بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي نساتي سادتي مشاهدين متابعين في كل مكان عبر ثمانية نلتقي في ليلة وأمسية في السوبر ديربي، في قمة مرتقبة جدا، في قمة إسبانية تأتي في سيمي فاينل آخر في بطولة السوبر الإسباني في المملكة العربية السعودية، في مباراة مرتقبة جدا بين القطبين الكبيرين، بين ريال مدريد واتلتيكو مدريد في مواجهة خامسة في تاريخ الفريق الأولى. فالفيردي يتقدم، الله السلاح المحرم دوليا لابد أن يمتلك الآخرون نفس السلاح حتى يتوقف ريال مدريد عن استخدامه. هذا لا يمكن مقاومته أبدا. أي مقدمة لهذا الديربي ما بعد هذه المقدمة؟ مقدمة في السيمي فاينل يا فينيسيوس، الله المرور والهيجا كاريراس في نص الملعب، سيكون بيلينغهام وتشواميني وكاميفينجا في المقدمة، رودريجو غونزالو غارسيا وفيني في الجهة اليسرى. حاول العرضية الرأسية لكن كورتوا. الحديث كان عن طريق المحللين، عن طريق الضيوف، سواء هنا في المابين. بيلباو ودع والكرة تصل إلى ألفاريز، يحاول فيها ضغوطات على ألفاريز. آخر 3 مباريات ما في تسخين، فيها قذيفة صاروخ من فالفيردي والكرة بترجع مرة. أريد أن أتجاوز الهدف لكنني لا أستطيع حتى الآن. الكرة تأتي، يريد سورلوث أن سورلوث هدف، كريسمان هدف في تلك المباراة، ونورمان والكرة العرضية لأتلتيكو. الكرة بترجع مرة أخرى والكرة بتصل بعد ذلك إلى رودريجو يحاول لكن الكرة بعد ذلك فينيسيوس. هنا الكرة ما زالت وهناك خطأ يحتسب على اللاعب الواضح في الصورة. تتكلم عن مباريات السوبر اللي جمعت بين الفريقين، مرتين تقابلوا في السيمي فاينل، مرتين تقابلوا في تصل إلى ألفاريز في مكان. أتلتيكو ما زال في الديربي، يريد أن يؤكد ذلك جوليانو سيميوني، لكن نشوف ونتابع هنا في هذا التوقيت كاريراس والكرة اللي تحولت مرة أخرى إلى خارج الملعب، ضربة ركنية بالنسبة لأتلتيكو مدريد، لكن فالفيردي يريد أن يعيد الخوف. 15 دقيقة مرت من زمن شوط المباراة الأول مشاهدينا. هذا فالفيردي، شوف حكم المباراة لسه ماخذ شارة دولية ولسه يعني هذا ثاني ديربي بالنسبة له. عرضية عالية راسية لكن الكرة بعد ذلك تبعد. في اللقطة الماضية التمرير تأتي، الانفراد يأتي، روديجر وكورتوا. يا للقطة يا ألفاريز، سيكون موعدا مناسبا للعودة للتسجيل مرة أخرى. هداف الفريق في هذا الموسم، تتكلم عن ألفاريز. عرضية راسية متابعة لكن الكرة بتتخلص. أتلتيكو، وهذا أتلتيكو، سقوط الآن سيميوني جوليانو، ولكن الكرة بعد ذلك تصل إلى حارس المرمى. شوف هذه اللقطة، هذه اللعبة، هذه الكرة التي الإيطالي كان في الفترة الماضية. شوف المرور، شوف التمريرة، لكن التصويبة كانت ضعيفة. 20 دقيقة كابتن خليل رياض. يا لهذه الكرة، يا لهذه اللقطة، عرضية تأتي لكن روديجر. تشعر بأن أتلتيكو مدريد يفتقد إلى اللمسة قبل الأخيرة في الكثير من اللقطات. شوف رودريجو، شوف بكرة راسية كانت تحتاج فقط إلى توجيه، لكن الكرة مجانا فينيسيوس إلى خارج الملعب في اللقطة الماضية. شوف اللقطة، أتلتيكو ماذا ستفوز الآن؟ الله على التصويبة. هنا كورتوا إلى هنا لكي يكون الرجل الثاني أبدا. العرضية المتابعة، فالفيردي بمبدأ الكرة الآن، العرضية والرأسية. يا رب، في السوبر يكون التصدي السوبر ومن لها إلى الخلف. عادة هنا التصويبة، هنا عرضية، الكرة بترجع عرضية. أتلتيكو ما عنده مشاكل، المرور لا تشوت. شوف هذه اللقطة، هذا يون أوبلا. هنا المرور
هنا التصويبة، هنا كورتوا، هنا المتابعة، هنا روديجر، هنا الكرة، هنا اتلتيكو، لكن ضاعت الكرة إلى خارج الملعب. يا للقطة، يا للكرات يا ديكو سيميوني، من حقك أن تغضب. فريق اتلتيكو يستمر بضياع الفرص. شوف كامافينجا يخطئ هنا، عن نهائيات والتصويبة بحثا عن نهاية سعيدة وعن نهائي آخر، لكن الكرة بتتحول بعد ذلك إلى خارج الملعب في اللقطة الماضية. أذكر والآن للكرة العرضية روجيري، لكن روديجر يتدخل في الوقت المناسب في اللقطة الماضية ويبعد الكرة التي كانت من جانب الجهة المشاهدة. متابعة في التصويبة، الكرة بترجع مرة أخرى، يا فالفيردي يا فالفيردي يا فالفيردي، لكن الكرة إلى خارج. يا للرعب يا للرعب، الملعب شوف التحرك، شوف التقدم، شوف رودريغو، يا رب. نتائج مباريات دور أبطال أوروبا. نتائج باريس سان جيرمان وتشيلسي وريال مدريد والسيتي وباير كوزن والأرسنال. تخيلوا معايا أن المباريات كلهم لعبوا في وقت واحد وهي الساعة 9 مساء. لعبوا الأمس مباريات دور أبطال أوروبا كانوا قاصحين بزاف. تخيلوا معايا أن ريال مدريد والسيتي بعد موسم صفر لريال مدريد، كلشي كان تيقول أن ريال مدريد قدام السيتي غادي تخسر، ولكن وقع العكس. 3 ماركا فافير، 3 هاتريك في دور أبطال أوروبا أمام فريق كبير مثل السيتي، لأنه واقف عنده لاعبين كبار، عنده هالاند لاعبين مهم في المستوى. والرغم من ضعف ريال مدريد هذا الموسم هكاك ربحوا 3-0. ولعبت باريس سان جيرمان وتشيلسي. تخيلوا معايا انا باريس اللي دات دور ابطال اوروبا الموسم اللي فات، هذا العام كترشح حتى هي وتاني دير اللقب وربحت ب5-2 لتشيلسي. تخيلوا معايا 5-2 لتشيلسي. تخيلوا معايا ان المباراة اللي لعبوها البارح فكرتني كاس العالم للانديه، يعني كاس العالم للانديه تشيلسي هي اللي غلبت باريس سان جيرمان 3-0 قصة من كاس العالم ديال الانديه. تخيلوا معايا ان باريس سان جيرمان في دوري ابطال اوروبا كيرجع بقوه وكيرجع بانتقام وانتقم من تشيلسي. مباريات كانوا قويه بزاف، واكثريه اللي شاهدوا المباريات هما اللي غادي يقولوا لنا كي جاتكم المباريات ان شاء الله. مباريات المقبله في دوري ابطال اوروبا كما عرفتوا لعبوا الالي، دابا غادي يلعبوا الروتو، غادي يلعبوا الروتو 2026 شهر 3 في 18. عقلوا معايا شهر 3 في 18 غادي يلعبوا الروتو. هكا كتلعب تشيلسي وباريس سان جيرمان ومان سيتي وريال مدريد وارسنال وليفركوزن. تخيلوا معايا ان النتائج كامله غادي تلعب دقه واحده. وما تنساوش انكم في التعاليق تقولوا لنا شكون اللي غادي يدوز، رغم كما شفتوا ان في بلاد مدريد وغلبت. دابا غادي يلعبوه بلاد السيتي، يعني غادي نشوفوا ماتش اخر، غادي يكون ماتش قاصح، ما يكونش بحال الاول كما ربحت ريال مدريد، او قدر يكون العكس. مهم مباريات غادي تكون قويه بزاف 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 بزاف. لكتي اول مره كتشوف الفيديوهات ديالي خلي لايك ابوني باشتراك. نشوفكم فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. موعد مباراه ريال مدريد والسيتي، باريس سان جيرمان وتشيلسي دوري ابطال اوروبا. كما كتعرفوا انهم لعبوا الالي، دابا غادي يلعبوا الروتو. تخيلوا معايا ان ريال مدريد ربحت السيتي ب3-0 وباريس سان جيرمان ربحت تشيلسي رغم فوزها في كاس العالم للانديه في الصيف. المهم ملخص برشلونه اليوم، لعبت برشلونه سجل 5-2. تخيل معايا ان برشلونه اليوم ربح ب5-2. رافينيا ماركا هاتريك اليوم، رافينيا ماركا 3 تقريبا. الاول ماركا رافينيا، الثاني رافينيا، الثالث داني المو، الرابع رافينيا، الخامس كانسيلو. تخيلوا ان هاد المباراة كاملة كانوا قويين، المباراة كاملة كانوا واعرين. ودور ابطال غادي يشهد اجمل مباريات كرة القدم واجمل الالعاب. المهم موعد مباراة دوري ابطال اوروبا غادي تكون يوم 26 شهر 3 في 17. غادي تلعب باريس وتشيلسي، وغادي يحدد شكون اللي غادي تدوز رغم فوز
باريس سان جيرمان، وغادي تلعب السيتي وريال مدريد، وغادي نشوفوا شكون اللي غادي يدوز، حيت اصلا الماتش اللي فات لعبوا في بلاد ريال مدريد. دابا غادي نشوفوا شنو غادي دير السيتي، هل سترجع في المباراة ام لا. غادي نشوفوا مباريات زوينه، غادي نشوفوا مباريات قويه، وكنتخيل المهم غير اقتراح ماشي ما اقتراحاش، ان الريال هي اللي غادي تدوز، ان الريال تدوز، وان تشيلسي هي اللي غادي تدوز وماشي باريس سان جيرمان، حيت معروفه تشيلسي انها كترجع في المباريات رغم فوزها بعده مباريات فازت بها السيتي. وخلونا التعاليق ديالكم، وخلونا المباراة ديالكم، ونشوفوكم في فيديو جديد. الله يز لا باليز.